السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعمر الكرة العالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. الزمالك وفوتشر، وفوز الزمالك على فوتشر 2-0 في مباراة كانت قوية، مباراة يعني بننتظرها، وجميع الجمهور بينتظرها. مباراة هامة ما بين فريقين كبار، الزمالك وفوتشر. فوز مستحق لنادي الزمالك برغم ضربة جزاء اللي عليها كلام كتير وعليها لغط كتير. ضربة جزاء من الخيال، ده مش كلامي انا، ده كلام جميع المحللين او الحكام. ضربة جزاء من الخيال. هو الجزيري متعود انه يقع، انت الحكم قال ضربة جزاء، طب في فار. الفار يعني ازاي يعني اكد عليها؟ ضربة جزاء غريبة، ولكن الزمالك يستحق الفوز 2-0 بهدف ضربة جزاء طبعا زيزو ونضاي. ليه؟ لان الزمالك مع معتمد جمال في روح. الزمالك رغم نقص العددي، نقص بعض النجوم وغياب بعض النجوم، قفل القيد طبعا على نادي الزمالك، ولكن الزمالك في روح، في عزيمة، في إصرار في نادي الزمالك. مبروك لنادي الزمالك الفوز والتحقيق 3 نقاط، وارتفع رصيده ل 11 نقطة في المركز الرابع من 7 مباريات، وتبقى فيوتشر في المركز الخامس ب 12 نقطة. مباراة كانت سلسة سهلة، مباراة ما شهدتش الا انذار واحد لمدافع نادي فوتشر محمد ربيعة. الخطيب واجتماعه مع لجنة التخطيط واجتماعه مع كولر لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم. طبعا الاجتماع شهد مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالفريق الأول في الفترة الماضية، وعلى رأسها تباين المستوى والنتائج المتذبذبة في الفترة الأخيرة للنادي الأهلي، وحالة التشبع من الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي. مع أن الأهلي لا يتشبع من البطولات أبدا، بالإضافة طبعا لعدم التركيز لدى بعض اللعيبة وبعض العناصر في الفريق، ده اتكلمنا عليه كتير، غياب التركيز، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي الأهلي ومحبيه. وتحدث كابتن محمود الخطيب بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر منه. واستكمل البيان كمان أن الخطيب أكد على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعا، وخلق دوافع جديدة وتقديم ما يليق بالنادي الأهلي وقدرات الجهاز الفني. في المقابل أن كولر تحدث وقال أن هناك حالة من الإرهاق البدني والذهني لدى بعض اللعيبة، وهناك محاولات لتصحيح الأمور في الفترة القادمة. نتمنى التوفيق لنادي الأهلي في القادم. الأهلي طبعا النهارده سافر إلى تنزانيا لملاقاة يانج أفريكان في دوري أبطال أفريقيا، نتمنى له التوفيق. كان امبارح وأول امبارح دوري أبطال أوروبا، طبعا دوري أبطال أوروبا البطولة الأعظم في العالم، شهدت طبعا فوز بعض الفرق، اخفاقات لبعض الفرق. بعد طبعا هنتكلم بعد فوز السيتي وبرشلونه واتلتيكو والريال وبروسيا، وتعثر بعض الفرق زي مانشستر يونايتد وبروسيا باريس، الفرق اللي ضمنت التأهل للدور 16. في المجموعة الأولى بايرن ميونخ، المجموعة الثانية أرسنال وأيندهوفن، المجموعة الثالثة ريال مدريد، المجموعة الرابعة ريال سوسيداد وإنتر ميلان، أما المجموعة الخامسة أتلتيكو مدريد ولاتسيو، والمجموعة السادسة بروسيا دورتموند، أما المجموعة السابعة مانشستر سيتي ولايبزيغ، والمجموعة الثامنة برشلونة. لايك وشير، اللي بيشترك القناة يشترك. أخيكم أبو عمر الكرة العالمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.